بسم الله ما شاء الله. تعالوا كده شوفوا المنظر الجميل ده لما تصحي الصبح على الحلويات والحاجات الجميلة دي. ازاي تخلي الفراخ تبشر قبل 4 شهور كمان. الفيديوهات موجودة على القناة، والفراخ دي جايبينها سوا مع بعض يوم بيوم، وانا جايباها من عمر يوم ومربياها معاكم على القناة، وما كملتش 4 شهور. بسم الله ما شاء الله. البيت صحيح صغير، بس طبعا عشانها فراخ بلدي خالص، يعني هي بلدي حر، فالفراخ البيض طالع ضعيف شوية. ازاي بقى تخلي الفراخ تبيض بسرعة، وازاي تخليها تبيض كتير، وازاي نخلي البيض ده يكبر عن كده، بدل ما هو صغنطوط خالص كده ان شاء الله هيكبر خالص عن كده. ومعلومات كتيرة قوي 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 هتلاقيها في الفيديو ده. اسمع الفيديو معانا للآخر، وان شاء الله بإذن الله هتستفيدي كتير وتعرفي معلومات كتيرة جدا عن زيادة انتاج البيض عند الدجاج. والله مفاجأة جميلة جدا أسعدتني. على فكرة اتصال الإنسان بالحيوانات عامة، طيور، أيا كان، حيوانات أليفة، حيوانات بيربيها، بتغير من موده كتير وبتأثر عليه، حتى مهما انت كان عندك مشاكل أو أي حاجة. الحاجات البسيطة دي بتغير، فاهمة؟ يعني بتأثر حلوة قوي. عندك شوية حمام بتفرحي بالزغاليل. بجد تربية الحاجات دي ربنا سبحانه وتعالى جعلها للتسلية عن الإنسان، يعني مش بس إن هي للأكل والشرب بس، كمان لأ. فبجد لو عندك مكان تقدري تربي فيه 10 فرخات للاكتفاء الذاتي، هيغرقوكي بيض، هيملوا بيتك خير. وجربي كده تربيهم، وبعد ما تربيهم بتبيعيهم وخلي بيتك فاضي. انت هتحسي بالفرق، فرق كبير جدا. وانت هتحسي بالمصاريف اللي بدأتي تصرفيها، وازاي بقيتي كل يوم تشتري بيض ومش حلو. يعني انت بتشتريه وبتاكليه على مضض، مش زي اللي انت مربياه على ايديكي ومأكلاه اكل بيتي طبيعي. لو انت معكيش فلوس تربي فراخ، لو انت ما عندكيش اي امكانيات خالص، تابعيني وهتلاقيني بعملك من الفسيخ شربات زي ما بيقولوا. من امكانيات بسيطة خالص تقدري تربي الفراخ بتاعتك. بسم الله ما شاء الله، زي ما شفتوا كده الفراخ بشرت بالبيض. اعرف منين الفرخة اللي بشرت؟ اكتر فرخة وشها احمر هي اللي بشرت. وهقول لكم على حاجة دلوقتي هتعرفوا ان الفرخة انهي فيهم اللي بشرت. هما فيهم 2 وشهم احمر زيادة. هم لسه زي ما انتم شايفين، حتى باين على الديك خالص، لسه صغنطوط خالص، ما كملوش ال4 شهور. وده يعني يعتبر اعجاز مفرحني جدا جدا جدا. وبأكد لي ان احنا الحمد لله وصفاتنا كلها صح الصح، والحاجات اللي بنعملها صح الصح. عايزة تعرفي ازاي انا استقبلت الفراخ دي من اول عمر يوم، واكلتها ايه بدايل علف، وعملت لها حاجات ايه وصفات؟ اكتبي لي في التعليقات وانا احط لك الرابط بتاعهم. هم دول من اول عمر يوم اتربوا ازاي، وتشوفيهم وتشوفي شكلهم، وكمان تشوفي التاريخ بتاع الفيديو، اول يوم جبته خالص. والله لسه مكتوب عليه قبل 3 شهور، يعني ما كملش الشهر الرابع، ما كملوش الشهر الرابع، ما شاء الله. طبعا احنا بنعمل حاجات طبيعية خالص، حاجات جميلة جدا. انت بتستقبلي الفراخ، ما استقبلهم من غير تحصينات، من غير ادوية، من غير هرمونات. بتاكلي حاجة اورجانيك فعلا. الفراخ دول كانوا، وكنت جايبة عدد كبير عشان بس تعرفي برضو انه مش بالعدد. يعني انا كنت جايبة كتير، انا كنت بجيب 20 وكان بيطلع لي منهم 15. جبت 30 وطلع لي منهم 7. فسبحان الله، البركة من عند الله. ليه بقى صفصفت على 7؟ في طلع منهم جزء كبير ديوك، بس مش ده السبب الوحيد. في سبب تاني، ان هم جالهم كوليستريديا وانا ما خدتش بالي، وكنت مفكرة انها فيروس نيوكاسل. بدأت الفراخ تموت مني، وانا كنت ايامها كنت مشغولة وما كنتش مركزة. عشان كده بقولك دايما تركزي، دايما عينك على حاجتك، اما بتحطي ليهم الاكل مش ترميه وتجري. ان انا كان في الايام دي صراحة كنت برمي الاكل واجري. فبدأ الفراخ تموت مني وعمالة تفرفر، مهما احط في علاج الفراخ برضو بتفرفر. لحد لما قعدت وركزت وخدت بالي وعرفت انها كوليستيريديا مش نيوكاسل. فبدأت أعالجهم العلاج الصح اللي هو إيه؟ كبسولة إيموكس، مع كبسولة أنتينال لمدة 4 أيام، وبعد كده 3 أيام خل على المية. ده مهم جدا جدا. حسيت ان لسه في بقايا للمرض، وفي الغالب بيبقى في بقايا،
بعيده تاني، يعني اديته 3 ايام خل، وبعد كده رجعت عدت العلاج تاني نفس الكورس. وبقيت ادي مع الكورس ايه بقى، اخر النهار اعمل ليمون، او الصبح بدري اعمل ليمون، اعمل عسل اسمر، اي حاجة من الحاجات اللي هي بتغسل السموم. احط خل، الخل احسن من اي حاجة تانية، والليمون افضل بكتير برضو. بكده الفراخ ما شاء الله رجعت فاقت وتعدلت وبقت كويسة. على السريع كده اقولك مختصر اللي انا عملته ليهم من اول يوم لحد النهاردة، من الحاجات الاساسيات اللي تخلي الفرخة تبيض معاكي. انما عايزة التفاصيل خدي الرابط واتفرجي عليهم من اول عمر يوم، وتابعيهم وربي زيهم وربي ورايا. كان كتير جدا في التعليقات كانوا حبايبي يكتبوا لي ان هم فراخهم باضت قبل 4 شهور، فكنت بقول لهم برافو عليكم، لانه كانوا بيمشوا على التعليمات بالظبط على المسطرة. فالحمد لله انا سعيدة جدا، وشكل الفراخ جميل جدا وعجبني، رغم ان الفراخ دي مش بتاكل علف يا جماعة خالص، مش بتاكل علف. في الفيديو ده برضو هقولك ازاي البيض ما يتكسرش، الفراخ اللي بتاكل بيض ازاي الفراخ ما تاكلش البيض بتاعها. هقولك على حاجات حلوة قوي قوي، بس يخليكي معايا لاخر الفيديو. ازاي بقى اخلي الفراخ بتاعتي ما تاكلش البيض. بس الاول قبل ما اقول كده اقول لك مختصر اللي احنا عملنا معاهم. اول حاجة بنستقبلهم على بدايل العلف، وبنستخدم معاه علف تركيز 23% لحد عمر شهر، وده انا التزمت بيه جدا. بعد كده استخدمت علف تركيز 21% لحد عمر شهرين مع بدايل العلف زي ما احنا متعودين، مع وصفات كتيرة جدا جدا عشان الكالسيوم وكده. مجرد ما كملوا شهر كمان بدأنا نحط شربة ديدان، بدأنا نحط ردة على الأكل، والردة أصلا من الحاجات اللي بتأسس عنقود البيض، بتزود نسبة الكالسيوم عند الفراخ. بعد كده بدأت أعمل لهم بقى بدايل العلف الجميلة جميلة جدا، اللي بتخلي الفراخ ما شاء الله تبيض بزي الساعة معاكي. أول ما كملوا 3 شهور بدأت إن أنا أديهم، شلت خالص بقى كل العلف صراحة، وما كانش معايا بمنتهى الصراحة إن أنا أجيب لهم علف بياض. فدول والله ما خدوا علف بياض نهائي، دول ماشيين على بدايل العلف. دول بياكلوا ايه؟ دي شيشة وردة، دي العلفة اللي انا بعملها، دي شيشة وردة بس. غير بقى اللي هي بدايل العلف التانية اللي لو انت عايزاها احط لك الرابط بتاعها. دي اللي بعمل لها لهم كتير وبحطها لهم على اساس يبقى حاجة تعوض العلف. انما سبحان الله الفراخ باضت من غير علف بياض، عشان بس الناس اللي بتقلها ان العلف البياض ده هو من غيره مفيش فراخ هتبيض. في كمان ناس بتسألني الفراخ لازم معاهم ديك؟ لا مش لازم، هو الديك بينشطهم، واحيانا يعني بيديهم كده حيوية ونشاط، واحيانا بيحافظ عليهم مثلا من ان حاجة تخوفهم او بتاع. لكن الديك ملوش علاقة بالبيض، الفرخة كده كده بتبيض سواء في ديك او مفيش ديك، الفرخة بتبيض. تعالي بقى اقولك بالتفصيل تعملي ايه اول ما فراخك تبشر بالبيض. زي ما انتوا شايفين كده انا هعمل ايه، هجيب اي حاجة، بوكس، جردل، اي حاجة بحيث ان انا احط فيها البيض في مكان، اكتر مكان ضلمة في الاوضة اللي هم فيها، اكتر مكان مظلم. ده جردل عندي قديم حطيت فيه تراب علشان يتقلوا ويمسكوا، حطيت فيه دبش كمان، حاجات طوب كبير تقيل، وغطيته بالتراب علشان ما يكسرش البيض. وكمان عشان الفراخ بتقعد تقلب في التراب حطيت شوية العفش دول. عندك قش رز يكون افضل، انا ما عنديش قش رز فجبت الغلاف بتاع الذرة وقطعته رفيع وحطيته. وفي اكتر مكان ضلمة هحط لهم المكان ده بيمنع ان الفراخ تبيض في الارض او في اي مكان، تقوم وهي بتنكش تخبط البيضة فتقوم تدوقها تاكلها، فتقوم تبدأ تاكل في البيض. ودي من اخطر الحاجات اللي ممكن تحصل. يبقى لازم اوفر لهم مكان كويس جدا يكون يقدروا يخشوا يبيضوا فيه، يكون البيضة تكون متدارية عن عينهم، مش ملطش، مش في مكان ما بيجروا وبيلعبوا. ممكن كمان هوريكي دلوقتي تركني مثلا خشبة على الحيطة او اي حاجة تكون مركونة على الحيطة وهم يخشوا يبيضوا وراها،
في ضلمة. هوريك انا عندي مكان تاني هنا كويس اهو. هنا دي عرصة فرن قديمة، وراها مظلم. هظبط لهم المكان لان الارضية بلاط، ولو باضوا كده في البلاط برضو البيضة ممكن تتكسر. فانا هعمل ايه؟ هجيب تراب علشان يستقبل، يعني يستلقى البيضة، يبقى الارضية تبقى طرية، ما تكونش مبلطة كده تقوم البيضة تتكسر لما الفرخة تبيضها، او لو فرخة خبطت فيها برجلها. اهو جبت شوية تراب وحطيت كمان قلب طوب عشان احجز عليها بحيث تبان كأنه عش. عملت لها كده عش متداري في الضلمة، وحطيت بيضاية هنا وبيضاية هنا، لو ان انا طالع من عين البيضتين دول، بس حطيتهم عشان يتعلموا ان ده مكان للبيض. هنا بتستغني عن البيضتين دول يوم واحد، تاني يوم هتشيليهم، او ممكن تعملي بيض صناعي من الجبس. بتجيب البيض اللي هو القشر البيض بتاع البيض المقلي، وتحطي فيه تعجني جبس وتحطي فيه وتعمليه شكل البيضة بالظبط، سيبيه 10 دقايق نص ساعة بينشف، وبعد كده يبقى بيضة صناعي ممتازة جدا. بتنفع في حالة ان الفراخ لا قدر الله بتاكل البيض بتاعها. بقوم قصة المنقار معوراهم، قصة منقارهم حلوة قوي، ورمية البيض الصناعي ده اللي هو عبارة عن جبس قدامهم، يجروا يخبطوا فيه فيوجعهم، فيكرهوا البيض، يبطلوا بقى ياكلوا في البيض تاني. وفي نفس الوقت اعمل لهم اماكن زي اللي انت شايفاها دي، اماكن متدارية يبيضوا فيها. ده مهم قوي. كنت في مرة سبتهم يبيضوا في الشباك، وفرحت قلت طب كويس، بصيت لقيت البيض بيقع من فوق وبياكلوه، واجرك الله بقى هم دقوه من هنا وما نفعش فيهم حاجة الا لما ذبحتهم. طبعا الفراخ لما تلاقيها بدأت انها تاكل البيض تذبحيها. لو عملتي الحلول اللي انا هقولك عليها وما نفعتش، يبقى في الحالة دي نذبحها، لان حرام انت هتاكليها على الفاضي. وهو والله شوفي ده اكلهم، دي شيشة وردة بس، مش اكتر ولا